السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت اول مرة تزور قناتي، نوريني باشتراكك عن طريق المستطيل الاحمر اللي تحت الشاشة. اضغطي عليه هيظهر لك الجرس، اختاري الكل علشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم بإذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا نقول بسم الله. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية، ويومكم سعيد مبارك يا رب علينا وعلى الجميع. نبدأ اليوم بتاعنا بكل همة ونشاط، والله المستعان. ويلا بينا يا حلوين. النهاردة روتين الأسبوع، اللي هو أول الأسبوع اللي أنا بجيب فيه المشتريات بتاعة الأسبوع. ودايما نقول يعني ربنا يا رب يملى بيوتنا كده جميعا بالخير والبركة يا رب، والله المستعان. وربنا يا رب يوسع أرزاقنا جميعا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. طبعا الأسعار حدث ولا حرج، يعني بصوا حاجة كده استغفر الله العظيم. بصوا هي حاجة تنزل والتانية ترفع، يعني ذبذبة كده، الله المستعان. انا جايبة البتنجان الرومي ده كيلو وربع ب5 جنيه، فيعتبر سعره حلو جدا جدا. جبت كيلو وربع. البطاطس، يعني بصوا الطماطم ترخص، البطاطس تولع حرفيا. فهي ماشية كده، حاجة تنزل والتانية تطلع. البطاطس انا كنت بجيب الاتنين ب25، لا النهاردة جايباهم الاتنين ب35. يعني بصوا ما فيش كلام، هما اتنين ب35 وفي كمان ب20. بس انا بجيب دي بصراحة اتنين ب35، زي اللي كنت بجيب الاتنين ب25، وحلوة وجميلة وفي الشيبسي مقرمشة وزي الفل. فجبت 2 كيلو بيمشوني اسبوع، وفي اوقات بيمشوني اكتر من كده، لان يعني مش بحاول ان اعتمادي يكون اساسي عليها، يعني فاهمين، عشان تمشيني الاسبوع. جبت كمان الطماطم، ما شاء الله بقى، بص الطماطم يعني حاجة كده زي الفل. الطماطم انا جايباها الكيلو وربع ب10 جنيه، ال2 كيلو ونص ب20 جنيه. يعني ما شاء الله ما شاء الله، حلوة قوي 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 بصراحة. وانبسطت جدا ان الطماطم الحمد لله رخصت. طبعا الطماطم ما فيش غنى عنها، ان وجودها في البيت. يعني احنا ممكن يعني نقلل من الخيار شوية، نقلل من حاجات تانية، انما الطماطم الواحد بصراحة يعني وجودها في البيت بتكون سندة البيت وكده. فالكيلو فيها ب8 جنيه، فسعرها حلو قوي. كمان الخيار برضو ما شاء الله سعره حلو جدا جدا. بجيبه بقى للسلطة جنب فطار وهكذا، بيبقى حلو قوي. بحب ريحة الخيار في السلطة، بتدي لطبق السلطة ريحة وطعم جميل. الخيار اللهم صل على النبي انا جايباه الكيلو ونص ب10 جنيه، فسعره كمان حلو جدا جدا. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على كل نعمك علينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. جبت كمان عنب. العنب ده العنب اللي هو فيه بذر، تمام، بس ما شاء الله مسكر قوي وطعمه جميل جدا جدا. يعني كام حبايه كده تاكليهم تلاقيهم ما شاء الله مسكرين قوي وخلاص شبعتي. اللهم صل على النبي. انا جايبه العنب سعر الكيلو فيه ب15 جنيه، ال2 كيلو ب30. وكان فيه بصراحه الاتنين ب25. بس عارفين اللي هو ايه، يعني هيتهدر منه او هتطلعي منه طري، مثلا حبايه بايظه وهكذا. فانا بفضل ان انا اجيب يعني 5 جنيه فرق،
ما بين ب25 وما بين ال2 كيلو بال30، بس نضيف ما شاء الله ما شاء الله، ما اترماش حبايه منه، يعني كله ناشف وصابح وزرع، يعني ايه لسه صابح وكده. فبفضل ان انا اجيب اللي ب30، بحيث ان انا لو جبت اللي هو ب25 هنقض منه، هنقي منه اللي هو ايه الدبلان شويه، فلا كده احسن، كده افضل يعني وكده. الخضرة برضو ما شاء الله ما شاء الله رخصت، الرابطة بجنيه وربع، فحلوة جدا جدا يعني. الأربعة ب5، أنا جبت 2 بس، مش محتاجة. أنا عندي الخضار اللي أنا كنت جايباه الأسبوع اللي فات، والله لسه ما شاء الله موجود زي الفل. الكزبرة بس هي اللي بدأ إن هي تصفر، لأن احنا عارفين إن الكزبرة روحها قصير، يعني مش بتقعد طويل. إنما البقدونس والشبت أنا لسه باخد منهم للسلطة، فحلو جدا وأخضر وجميل. الرابطة بجنيه وربع زي ما قلت لحضراتكم. جبت كمان، اللهم صل على النبي، زيتون. طبعا لما خللنا الزيتون قلت لحضراتكم البرطمان لسه محتاج كيلو كمان، فانا جبت كيلو زيتون، الكيلو ده ب35 جنيه. اكمل بيه بس البرطمان وخلاص، وكده اكون خلاص استكفيت من مخلل الزيتون بتاعي. يبقى انا كده خلصت بند التخليل او المخلل، خللنا ليمون، خللنا زيتون، خللنا شطة، اللهم لك الحمد. الفترة الجاية بقى ندخل على بند ايه من ضمن الحاجات اللي هي السنوية، اللي احنا بنحتاجها ان هي تكون سنوية. هندخل على بند تخزين البلح الاسمر او الرطب زي في ناس بيقولوا عليه كده. يبقى انا كده الحمد لله الحمد لله ماشية حاجة حاجة، ما بضغطش نفسي، وفي نفس الوقت بيتي اللهم لك الحمد مسنود يعني. الحمد لله ما فيش حاجة ناقصاه. الزيتون ده اللي هو الكلاماتا، ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، حلو قوي قوي قوي. ما شاء الله انا لسه موجود عندي لحد دلوقت. فجميل قوي، وسعره كمان ارخص من الزيتون العادي. يعني الزيتون اللي هو العزيزي او التفاحي ده ب35 جنيه، لا الزيتون ده ال2 كيلو انا جايباهم ب55 جنيه. دول 2 كيلو جبتهم ب55 جنيه. ان شاء الله باذن الله هخللهم. هو بيتخلل الزيتون ده في ميه وملح بس. ممكن تحطي يعني هو يعتبر زي الزيتون التاني، بس هو يعني انا كنت السنه اللي فاتت مخللاه ميه وملح بس، ما كنتش حاطه معاه حاجه. السنه دي انا ممكن اخلله بنفس الطريقه اللي هو ميه وملح وقرنين كده فلفل احمر ومع شويه جزر واحطهم، وعلى الوش معلقتين زيت وخلاص. فالزيتون ده حلو جدا وسعره جميل قوي وعلى قد ما هو رفيع، النقايه من جوه او البذره بتاعته برضو رفيعه يعني. مش تقولي ده الزيتونه رفيعه مش هنلاقي فيها، لا النقايه البذره بتاعته رفيعه جدا جدا. جبت ليمون، برضو الليمون حلو قوي وكمان سعره جميل. ما شاء الله الليمون غرف يعني تنقية ب10 جنيه، غرف قال لي الكيلو ونص ب10. فبصراحة يعني الليمون كله ما شاء الله صابح وجميل، فقلت له خلاص اغرف لي كيلو ونص بال10 جنيه. حلو قوي. طبعا بقى ينفع للطيور، ينفع ان انا مثلا، لان الاسبوع ده برضو هكمل تنظيف الفراخ اللي عندي والطيور اللي عندي، فهحتاج ليمون كتير طبعا في النقع والحاجات من دي. فعشان كده جبت الكيلو ونص على بعضه. جبت كمان سمك. اللهم صل على النبي، الاسبوع اللي فات انا ما جبتش سمك، فالاسبوع ده جبت دول صنفين اتنين، تونة ومكرونة. التونة ب60 والمكرونة ب60، فأنا جبت كيلو تونة ونص مكرونة وخلاص. ما شاء الله صبحة وجميلة وزي الفل. الفلفل أنا جايبة النص كيلو، كنت جايبة نص كيلو فلفل بكام اللهم صل على النبي، ب7 جنيه. نص كيلو الفلفل ب7 جنيه. ده الزيتون اللي أنا جايباها هكمل بيه هكمل بيه البرطمان اللي احنا عملناه مع بعض. وده الزيتون التاني اللي هو الكلاماتا ده، ان شاء الله باذن الله هخلله برضو حلو قوي قوي وبيفضل عندنا طول السنه. الزيتون النقايه بتاعته من جوه رفيعه خالص خالص، وبصراحه بيبقى جميل. والطماطم ما شاء الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم الطماطم حمراء ومسكره وجميله جدا جدا. الكيلو وربع ب10 جنيه. فدي الاسعار ودي الحاجات اللي انا جبتها الاسبوع ده، ما كنتش محتاجه حاجه اكتر من كده. انا جايبه خضار للمحشي، ان شاء الله باذن الله ممكن اطلع اعمل اللهم صل على النبي، محشي ورق عنب. محشي ورق عنب نطلعه ونعمله ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده، ونمشي الايام بتاعتنا. وربنا يا رب يملى بيوتنا جميعا بالخير والبركه يا رب، اللهم امين امين يا رب العالمين. هنا بقى على ما غسلت الخضار والحاجه بتاعتي وحطيتها طبعا في التلاجة زي ما احنا متعودين مع بعض، كانت الكهرباء قطعت.
فبرضو طبعا هكمل بقى واشوف شغل بيتي واشوف علشان اطبخ واحضر الغدا ونشوف اللي ورانا. فبفتح الشباك، انا عندي الحمد لله الشباك على الشارع فالدنيا بتكون منوره، فبفتح الشباك بينور لي عندي على الرخامه، وببدا بقى ان انا ايه اعمل دقه السمك. انا السمك التونه هعمله صينيه، والسمك المكرونه انا هقليه. تمام. فعايزه اعمل بقى الدقه بتاعته. انا عندي دقه يعني، بصوا انا عندي طبعا الفلفل والثوم جاهز في التلاجة اللي احنا متعودين ناخد منه. بس انا النهارده بقى نفسي ان انا اكل يعني او اعمل الدقه صبحه في صبحه. بصوا برضو عايزه اقول لكم حاجه، هي الحاجات اللي احنا بنفرزها بتبقى جميله وزي الفل وزي العسل، بس بيجي عليكي من حين لاخر ان انت حابه ان انت عايزه تعملي الحاجه فريش، يعني لسه عاملاها حالا اهو. فهو ده اللي حصل، جبت كده راس توم وقشرتها، وكان عندي كام فلفلايه اللي هي الحمرا دي، كانوا من بتوع الاسبوع اللي فات او اللي قبله. فانا عندي الفلفل بيقعد في التلاجة بيبقى اخضر، لما بيغيب في التلاجة بيبدأ ان هو يحمر. فاخدته واللهم صل على النبي ودقدقته كده مع التوم، وعشان التوم ما يقعدش ينط مني ويفط كده من البتاع اللي هو الدقدقه ده، بروح حاطه معاه ملح. لما تحطي كده معلقه ملح صغيره مع التوم وانت بتدقيه، مش هيقعد ينط كده من الدقدقه دي، هيبقى ثابت. الملح بيخلي التوم ثابت ما يتحركش. فانا بحب اعمل كده، وحطيت الفلفل وبرده دقدقته، وعصرت طبعا ليمون سمك، يعني ليمون كتري بقى، الليمون رخيص والليمون حلو جدا جدا، بيضيع اي ريحه زفاره. وانا بعمل كانت الكهرباء جت، يعني الحمد لله الكهرباء عندنا هي بتقطع ساعه واحده بس في اليوم، وبرده الحمد لله يا رب والشكر لله، ربنا يديمها علينا نعمه. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، برغم الغلا وبرغم الظروف اللي طبعا، يعني الحمد لله احنا احسن من غيرنا كتير والله العظيم. نقول الحمد لله، كفاية نعمة الامن والامان، وربنا يا رب مع اخواتنا الفلسطينيين، ويعني بجد 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 ربنا ما يكتبها علينا ابدا ابدا، ويهونها عليهم يا رب، ويحفظهم وينجيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بجد يعني ربنا ما يكتبهاش ابدا ابدا على حد. فاحنا بنحاول ان احنا نتعايش على الوضع اللي احنا فيه. الكهرباء بتقطع ساعة في اليوم عادي ما جراش، الغلا على الدنيا كلها، فربنا يا رب يرخي قوتنا جميعا ويوسع ارزاقنا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى يا حبايبي انا تبلت السمك وعملته بالدقيق، بحب احط برضو في الدقيق معلقه من الملح بالشطه بالكمون اللي احنا عاملينها مع بعض دي، بتخلي السمكه من بره تبقى يعني بصوا كلها مظبوطه في ملحها، مش جزء مثلا متملح من جوه ومن بره دلع، لا يبقى كله كده ما شاء الله ما شاء الله، يبقى حدقه مظبوط والاكل متملح مظبوط. انا كنت مكتره في الدقه علشان انا عارفه ان انا هعمل السمك اللي هو التونه صينيه. عايزه اقول لكم انا يعتبر مثلا دي اول مره اجيب التونه، يعني حتى تلاحظوا في الفيديوهات انا ما بجيبهاش، عشان يعني انا عندي ولادي بيغلبوني جدا جدا، وحصل اللي انا خايفه منه، حصل ان هما غلبوني في اكله، يعني ما اكلوهاش قد كده، بالرغم ان هي والله العظيم عجبت جوزي جدا جدا وعجبتني. وانا قلت اغير لهم يعني بعيد عن البولتي، مش على طول بولتي بولتي بولتي. لما غير يقولوا لي يا ماما ما جبتيش بولتي ليه؟ قال لهم اه تغيير، يقولوا لي لا احنا عايزين ايه بولتي. فهم كده من صغرهم، مش انا اللي عودتهم على كده، لا هم من صغرهم. كنت لما اجيب اي نوع سمك تاني ما ياكلوهوش قد كده، ما ياكلوش الا هو البولتي. احاول اغير بالعافيه بقى ان انا انصر، وده جميله يا حبيبي، طب دوق كده، طب ده مش عارف ايه، وبرضه يعني بيمشوا كلامهم عليا، ربنا يهديهم اضحك. ربنا يهديهم. إيه كده انا عملت ايه كده، اللهم صل على النبي. إيه حشيت بقى التونه بتاعتي، كنت طبعا باللي هو الفلفل والثوم وطماطمايه وبصلايه كنت مقطعاها قطع صغيره، وحشيت بقى اللي فرشت في الارضيه معلقه زيت وشويه من الدقه دي او التحويجه دي، واللهم صل على النبي، والباقي حطيته على الوش، وطبعا ليمون، وغطيته كده بورق زبده وبعدين ورق فويل، وهحطه على البوتاجاز من فوق. انا مش هحطه في الفرن، لو حطيته في الفرن بيغيب. وادام انا عندي صينيه الومنيوم بحطها على النار من فوق عادي جدا، وخلاص لما هي بتنزل ميتها وتتشربها بروح اروح حطها تحت الشوايه دقيقه تاخد اللون معايا، وخلاص كده بقت زي الفل. انما مش بحطها من اول التسويه في الفرن، غير لو انا عامله الحاجه في بايركس، لان لو مثلا
عامله مثلا صينيه بطاطس في بايركس او كده، ما ينفعش ان انا بخاف. هو ينفع طبعا احط شياطه او اي حاجه تحت البايركس واسيبه على النار، بس انا بخاف بصراحه. فانا بفضل ان هو لو بايركس بروح حطاه على طول كده ياخد تسويته كلها في الفرن. انما لو صينيه المونيا زي كده بحطها عادي على البوتاجاز من فوق وبهدي النار وبسيبها تستوي مع نفسها، وبتبقى طالعه مستويه وما شاء الله زي العسل. طبعا انا كنت تبلت السمك المقلي وحطيته كده في التلاجة علشان ايه يشرب من الدقيق اللي حواليه. ما بحبش اتبل او اعمله في الدقيق وعلى طول اروح احمره، لا بحب ان انا ايه اسيبه في التلاجة شوية وكده. فخلاص كان هو قعد شوية وحطيته بقى يتحمر. وهعمل طبعا رز كده بالبصل والطماطم، بيبقى طعمه حلو جدا جدا وطعمه جميل قوي جنب الاكل بتاعي وجنب الغدا بتاعي. وكده يبقى خلاص انا كده خلصت الغدا بتاعي، يعتبر عملته على ما السمك يتحمر وعلى ما الرز يستوي وكده. اخدت اشيائي وخرجت بره حاجه السلطه، وقعدت كده عملت بقى طبق سلطه محترم. بحب قوي قوي السلطه تكون، بصوا يعني تكون عندي كل مكونات السلطه، فلفل وخضار وجرجير وليمون، يعني بصوا كل حاجه كل حاجه كده. بحب اعمل طبق سلطه يكون كامل متكامل، بيبقى طعمه حلو جدا وبيفتح النفس للاكل. انما مثلا لو عندي طماطم وفلفل، لا اكسل اعمل السلطه، اقول ما هو مفيش خيار مفيش مثلا خضار، فبكسل بصراحه. كده السمك اهوت بيتقلي. وهنا برضو ما شاء الله السمك بتاعي انا ما حطيتلوش ميه، هو ما شاء الله بينزل الميه بتاعته وبسيبه يستوي فيها. ولما بيتشرب الميه بتاعته بروح شايلاه ومدخلاه تحت الشوايه ياخد لون، وبيكون مستوي معايا وما شاء الله زي الفل. وطعمه والله العظيم طعمها جميل جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. دي سمكة المكرونة انا بحبها قوي يعني بصراحة، طعمها جميل جدا جدا ولحمتها بيضة، وهي عندنا اسمها مكرونة تمام. ما شاء الله ما شاء الله. إيه، طعمها حلو جدا جدا ولحمتها بصوا فصوص بيضة كده وجميلة جدا. فالحمد لله يا رب، ربنا يديمها علينا نعمة. دي سعرها 60، فأنا جايبة نص كيلو بس. وبرضو التونة سعرها 60، أنا جايبة كيلو في التونة. عملنا طبعا السلطة بتاعتنا والرز بتاعنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا يديمها علينا نعمة. وبرضو التونة مستوية وحلوة جدا جدا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وده كده كان غدانا النهاردة. وقد ايه انا بصوا، انا كبسمة من الناس اللي بحب الاسماك، اي نوع سمك بصراحة انا بحبه. جميل ومغذي. بس القراميط لا، انا ما بنعملش احنا قراميط نهائي، ولا عند ماما ولا عندي نينا الله يرحمها ولا احنا يعني. انما اي نوع اسماك بصراحة يعني بضرب لها كده تعظيم سلام، بيبقى يوم ما شاء الله. حتى لو سمك مصاد، عارفين اللي هو السمك المتصاد اللي هو الصغنن خالص ده، برضو بيبقى جميل وطعمه ما شاء الله لا يعلى عليه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عملت ايه بقى بعد الغدا؟ عملت لي كده كوبايه شاي وخدت بعضي كده وطلعت على السطوح اطلع للطيور بتاعتي. طبعا وجبه اخر النهار دي بتاعت الطيور اللي ما بطلع لهم بتكون مثلا تنظيف خضار، بواقي سلطه، شويه رز مثلا كده صغننين في طبق كده بروح حطاه لهم برضو كده، بياكلوا وبينبسطوا جدا جدا. يعني الحمد لله يا رب والشكر لله. الطيور في البيت نعمة كبيرة والله العظيم، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويديم علينا نعمه كلها التي لا تعد ولا تحصى. ندخل بقى على فقرة غسيل المواعين وفقرة الدردشة مع اخواتي الغاليين. حبيبتي بتقولي يا بسمة، لو انا مهملة قوي ونفسي من جوايا اتغير وارجع ابقى نظيفة مع عيالي وفي شقتي، اعمل ايه؟ وانا كل لما ارجع يومين اهتم بشقتي وعيالي ارجع تاني اسوأ من الاول، بجد تعبت ونفسيتي نفسي اتغير قوي. بالله عليكي ممكن تتكلمي في الموضوع ده؟ بصي حبيبتي، هقولك حاجة. ده بيبقى بصي الشيطان خلاص متملك منك قوي، ان انت مالكيش نفس، ان انت مهمله في نفسك، ان انت زاهده الدنيا قوي، ان انت مالكيش نفس ان انت تقومي تعملي اي حاجه. طب انا هقوم هعمل ليه؟ طب ما الحاجه هتتبهدل تاني. لا، ان دايما قولي لنفسك ان الله جميل يحب الجمال. قومي ونضفي وفتحي كده شقتك وخليكي من جواكي
يعني عايزة أقول لِك حاجة، اعملي وقفة مع نفسِك، اقعدي كده ما بينِك وما بين نفسِك وشوفي أنتِ راضية عن نفسِك والّا لأ. أنتِ مش راضية عن نفسِك دلوقتي، فحاولي إن أنتِ تتغيّري. يعني بُصّي لنفسِك كده في المراية وشوفي نفسِك، إن أنتِ نِفسِك ترجعي تبقي أحسن من الأول، إن أنتِ نِفسِك معلش تكوني جميلة، إن أنتِ نِفسِك تكوني مهتمية بنفسِك. طب ليه أنتِ ما بتعمليش كده؟ دايمًا شجّعي نفسِك ودايمًا ادّي حافز وادّي طاقة إيجابية لنفسِك. بُصّي ما فيش حد آمم بيدّي لنفسه، يعني أنا عايزة أقول لِك إيه، إن هو ما فيش حد هيحب إن أنتِ تكوني أحسن حد غير نفسِك. حبّي نفسِك أوي، حبّي نفسِك من اليمة الإيجابية، إن أنتِ عايزة تكوني جميلة، إن أنتِ عايزة تكوني سِت نضيفة، سِت ما شاء الله تبارك الله، مش عليكِ غلطة، إن أنتِ دايمًا مهتمية ببيتِك وبنفسِك وبأولادِك وبزوجِك، مش مخلية حد إن هو يتكلم عليكِ أو جوزِك يمسك عليكِ غلطة إن أنتِ مهملة، إن أنتِ في حاجة أنتِ مقصّرة أو نقطة أنتِ مقصّرة فيها. طب ليه بقى؟ أنتِ قومي، والإحساس التأنيب أو اللي جواكِ ده بسبب الكسل اللي عندِك. لأ أنتِ قومي كده وخدي عهد على بينِك وبين نفسِك، وخدي عهد قدّام ربنا سبحانه وتعالى، إن أنتِ لأ، أنا هاتغيّر للأحسن. وأكيد أنتِ مقصّرة برضه في عبادتِك بربنا، قراءتِك للقرآن، الصلاة. ما هو بُصّي، سبحان الله، سبحان الله، إحنا ربنا فرض علينا الوضوء 5 أيام 5 مرات في اليوم. ده بتطهّري نفسِك وداخليًا وخارجيًا. هو الوضوء طهارة للنفس وللجسد. فأنتِ قومي كده وخلّي دايمًا بيتِك ما شاء الله طاقة إيجابية، شغّلي الرقية الشرعية، شغّلي قرآن كريم، فتّحي، حاولي تقومي الصبح. على فكرة شوية نسمة الهوا بتاعة الصبح دي حلوة أوي. حاولي تصحي بدري وحاولي تنامي بدري، ده برضه هيفرق معاكِ أوي، أوي في يومِك. ولادِك ذنبهم إيه إن هُم مثلًا يقعدوا في مكان مش نضيف؟ ذنبهم إيه إن هدومهم ما تكونش نضيفة؟ ذنبهم إيه إن أنتِ يعني مش شايفة واجباتِك على أكمل وجه؟ دايمًا قولي الله المستعان، دايمًا ادعي قولي يا رب ربنا سبحانه وتعالى. بييجي علينا أوقات كلنا بنبقى علينا دايمًا، حتى باقول لحضراتكم أنا بييجي عليَّ أيام حتى ما باطبخش فيها، يعني ما بابقاش قادرة إن أنا، يعني أكتر من إن أنا مثلًا أقوم أتوضى وأصلي وأقعد وخلاص، وبيبقى يعني بُصّوا بيبقى كده. كلنا بتيجي علينا بس لحظات مش على طول. عشان كده أنتِ حاسة إن أنتِ مش راضية عن نفسِك أو مش حاسة إن أنتِ مش مبسوطة. قومي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعملي اللي يرضي ربنا. هل يرضي ربنا سبحانه وتعالى الحالة اللي أنتِ فيها؟ هل يرضي ربنا سبحانه وتعالى تقصيرِك في حق نفسِك، تقصيرِك في حق بيتِك وفي حق أولادِك؟ ف قسّمي المهام اللي وراكِ أو الشغل اللي وراكِ، قسّميه. إحنا طبعًا داخلين دلوقتي على التنضيفات اللي هي الموسمية، الشتوي والصيفي والحاجات من دي وكده. ابدئي بقى صفحة جديدة، وابدئي حياة جديدة، وابدئي واليوم اللي بيعدّي دوّة ما تخسريهوش. ليه اليوم يعدّي بدون ما أنتِ ما تعملي حاجة؟ ده اليوم اللي بيعدّي من غير ما نعمل فيه حاجة أو ننضّف أو أقوم أو يبقى معلِّمة كده في اليوم، يعني في حاجة أنتِ عملتيها في اليوم ده. أنا اليوم ده مثلًا نزلت السوق ومليت البيت ما شاء الله خير ومبسوطة، الحمد لله يا رب والشكر لله. لو حتى نقطة إيجابية أنا عملتها. دايمًا حفّزي نفسِك، دايمًا خلّيكِ أنتِ أكتر مشجّع لنفسِك، ما تستنيش حد يشجّعِك. ما تستنيش إن جوزِك يقول لِك يا مثلًا يا فلانة اهتمي بنفسِك، يا فلانة ما ينفعش كده، ده أنا واحد صاحبي مراته مثلًا، أو بلاش حكاية مراته، أنا واحد صاحبي مثلًا هدومه منظمة كده وهدومه نضيفة، بييجي الشغل هدومه ريحتها حلوة وجميلة. ما تخلّيهوش يعني يلفت انتباهِك لنقطة تدمّر نفسيتِك أكتر وأكتر. فأنتِ دايمًا خلّيكِ أنتِ أكتر مشجّع لنفسِك، أكتر حد بيدّي طاقة إيجابية وحافز لنفسِك. خلّيكِ قريّبة لربنا سبحانه وتعالى. حبّي بيتِك، حبّي حياتِك، ارضي ببيتِك، ارضي بحياتِك على وضعها. إحنا في نعمة كبيرة جدًا، جدًا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ولادِك زي ما قُلت لِك مش ذنبهم حاجة، مش ذنبهم إن هُم ينزلوا المدرسة من غير ساندوتشات، مش ذنبهم إن هُم ييجوا ما يلاقوش البيت نضيف، ما يلاقوش إن أنتِ آخر اليوم كده تقومي تعملي لهم صينية كيكة أو صينية بسبوسة أو أي حاجة حلوة أو عصير حتى، أبسط الأمور. مش ذنبهم، لأ، أنتِ قومي، أنتِ متجوزة يبقى لازم تكوني
قد المسؤوليه اللي انت فيها. انت فاتحه بيت وجوزك حاطط فيكي ثقه كبيره جدا جدا، لازم تكوني قد الثقه دي، شايفه بيتك على اكمل وجه. احنا برضو مش سوبر وومن ومش هيرو يعني للدرجه، احنا برضو بتيجي علينا ايام بنتعب بنضعف، بس مش على طول، لا نقوم بقى ونشوف بيتنا يعني نملى كده البيت طاقة إيجابية. أنا قاعدة في البيت، أنا ورايا إيه؟ أنا إيه اللي شاغل دماغي أو إيه اللي شاغل تفكيري؟ أنا أشغل بالي بحالي، أنا أشغل بالي ببيتي. أنا عايزة بيتي ما شاء الله تبارك الله ما يكونش ناقصه حاجة. ولادي شايفة مسؤولياتهم على قد ما أقدر، على أكمل وجه. مش مخليهم ناقصهم حاجة. أقعد أتكلم معاهم، أصاحبهم، أدردش معاهم، أقوم أعمل لهم عصير، أقوم أعمل لهم فشار كده. اللي انتي فراشة البيت، وانتي الروح، روح البيت. فتخيلي بقى لما روح البيت تكون كده ايه، مفرهضة. شوفي البيت هيبقى عامل ايه، مفرفر خالص. فلا، قومي كده حبيبتي واملي بيتك طاقة ايجابية. وكمان عايزة اقولك حاجة، فيديوهات الروتين دي اكبر حافز بيدي طاقة ايجابية ملهاش حل وملهاش يعني مثيل بصراحة. اتفرجي على فيديوهات الروتين، قنوات اليوتيوب ما شاء الله ما شاء الله مليان قنوات محترمة جدا 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 ومحفزة وبتحببك في بيتك. اتفرجي على القنوات، استفادي. تتشجعي، محتارة قاعدة انا كسلانة ومش عارفة اطبخ اعمل ايه، ممكن تتفرجي على فيديو روتين تاخدي فكرة الغدوة، تاخدي فكرة ان انت تقومي تنظفي اوضة، تاخدي فكرة ان انت تقومي تشطبي مطبخك وتنظفيه. فبصي، يعني حفزي نفسك كده دايما، ندي نفسك طاقة ايجابية، ودي نفسك تشجيعة، ودي نفسك تسقيفة كده. انا الحمد لله اخر اليوم انا راضية عن نفسي جدا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وخلصت كل حاجة ورايا انا عايزة اعملها. فربنا يا رب يعينك كده، واكتبي لي برضو في التعليقات كده ان انت خلاص اتشجعتي لما ان شاء الله باذن الله كده تقومي وتتنشطي وتتشجعي. واكتبي لنا في التعليقات حابه تبداي بايه، تعملي ايه، برضو احنا بنتكلم وبندردش مع بعض. يعني بصي، بحيث ان انت عايزه تاخدي افكار، وان احنا برضو كلنا اخوات بندي بعض افكار وبندي بعض طاقه ايجابيه. فربنا يا حبيبتي يسعدك ويريح قلبك يا رب، ويبارك لك في بيتك واولادك كده، وتستعيدي نشاطك وحيويتك، ولا للكسل، ولا ان انا اكوم على نفسي شغل، طب ابدا منين، طب اعمل ايه. لا، انا ما اديش نفسي ولا اوصل للمرحله دي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا كتير واشتغلنا كتير وخلصنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. كل اللي ورانا وكل حاجه انا عايزه اعملها، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. غسلت البوتاجاز، طبعا انا كنت شايله العين بالحمل اللي في النص عشان طرطشت الزيت وانا بقلي، والحمد لله عشان ما كنتش عايزه اغسل الشبك ولا العيون لان انا كنت لسه غسلاهم، فكنت شايله الشبكه بالعين اللي انا كنت مش هحتاجهم. اللهم صل على النبي. ومسكت البوتاجاز بقى، غسلته كويس قوي ونشفته عشان يفضل بيلمع. واخر حاجه اخيرا مسكت بقى الحوض برضو غسلته. وكمان الارضيه المطبخ عندي مكشوفه، فبالشرشوبه بروح مسحاها وخلاص. وكده اكون خلاص خلصت كل اللي ورايا وكل حاجه انا عايزه اعملها. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا يا رب يعيننا جميعا ويقوينا، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا جدا في الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو وصلت معايا لحد هنا قولي لي يا بسمة، احنا لسه مكملين معاكي. ولو نسيتي تحطي لايك فضلا منك، حطي لايك لاختك حبيبتك. وتعليقاتكم الجميله ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا في الله. اشوفكم على خير فيديو جديد. توحشوني جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.